السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاي أوري لحضرتك لو أنت عندك فيه اتنين موتور هتعمل عليهم كنترول وهتعمل لهم كنترول بانل. إيه الفرق لو حضرتك الموتورين دول الوظائف اللي بيعملوها مستقلين عن بعض، يعني مفيش حد معتمد على التاني، أو لو في حضرتك موتور معتمد على التاني في الشغل بتاعه. ف يعني لو الاتنين في منظومه واحده او لو الاتنين سيباريتد، تعال نشوف هيفرق معايا ايه في البانل بتاعه الكنترول. طيب مبدئيا كده ادي زي ما حضرتك شايف كده دي لوحه، دي حضرتك كده اسف السكيماتيك بتاع الباور للاتنين موتور اللي عندنا. فده عندنا هنا في كونتاكتور للموتور الاولاني اف 1 والاوفرلود ريلي اسمها سي 1، الموتور الثاني الكونتاكتور اف 2 والاوفرلود ريلي اسمها سي 2. نروح لدايره الكنترول. دايره الكنترول عندنا هنا ادي السيركت بريكر، بعد السيركت بريكر عملت برانشنج علشان خاطر احمي الاثنين برانش. طيب بعد ما عملت البرانش من السيركت بريكر لقيتني ان انا حاطط عندك هنا النقطه المقفوله، تمام، اللي انا واخدها من الاوفرلود ريلي للموتور الاولاني اهو. بعد كده مفتاح الستوب بتاعه، مفتاح الستارت، نقطه اللاتش والكونتاكتور بتاعه هنا، تمام. النقطه المقفوله من الاوفرلود ريلي بتاعه الموتور الثاني، مفتاح الستوب ومفتاح الستارت، نقطه اللاتش والكونتاكتور بتاعه. يلا بينا كده نعمل سيميوليشن ونشوف تمام الفورميشن ده عمل لي ايه. اقفل هنا مفتاح الاوتوماتيك ده، مفتاح الاوتوماتيك ده، اقفل مفتاح الاوتوماتيك ده، اعمل ستارت هنا، تمام. فالموتور الاولاني عندك هنا دار، اعمل ستارت هنا، فالموتور الثاني بتاعك هنا دار. الدنيا جميله زي الفل، تمام تمام. طيب الموتور بتاعك بيلف، الدنيا جميله زي الفل، مفيش مشكله خالص. تعالى بقى حضرتك نلعب في الحمل الميكانيكي اللي على الموتور. فانا مثلا هخلي الحمل الميكانيكي ده تمام يزيد بهذا المنظر، تمام. فهتلاقي حضرتك ان الاوفرلود ريلي بتاعك ابتدى ان هو يقول لك والله انا هفصل بعد زمن قد ايه. طب ممكن نزود كمان شويه علشان خاطر نقلل الزمن، تمام. هو هيفصل عندك هنا بعد 8 ثواني، هنضطر ان احنا نستنى 7 ثواني 6 ثواني 5 4 3 2 1. اول عندك هنا ما الاوفرلود ريلي ده هيبتدي ان هو يتريب. هتلاقي حضرتك تمام ان النقطه النورمالي كلوز دي فتحت خلاص، وبالتالي لما هي فتحت تمام اللاتش اللي موجود عندك هنا راح، وبالتالي حضرتك تمام الموتور عندك الاولاني بس هو اللي بطل يدور، بينما الموتور التاني عندك هنا فضل شغال ومفيش اي مشكله خالص. اذا حضرتك لو كان الاتنين موتور اللي عندك مستقلين على بعض، ده في سيستم وده في سيستم تاني، بتعمل الفورميشن ده. بينما حضرتك لو الموتورين اللي عندك تمام مرتبطين ببعض، وفي موتور عندك هنا بيعمل فانكشن والموتور الثاني الفانكشن بتاعته معتمده على الموتور الاولاني، فبضطر حضرتك ان انا اعمل ايه؟ بضطر ان انا اعمل الفورميشن ده. بحط عندك هنا السيركت بريكر، واحط عندك النقطتين بتوع الاوفرلود ريلي للموتور الاولاني والموتور الثاني عليها يا فندم ان سيريز ورا بعض. وبالتالي حضرتك لو واحده فصلت بتفصل الباور كله عن اللاتشين، وبالتالي الموتورين عندك هم ايه؟ بيقفوا، على الرغم من ان في حمل زاد على موتور واحد بس. طيب نشوف الكلام ده ازاي. حضرتك اعمل ستارت للموتور الاولاني، فهعمله ستارت اهو. اعمل ستارت للموتور الثاني، تمام، فما عندناش مشكله هنعمل له ستارت، تمام. فالاثنين عندك هنا بيلفوا. تعالى بقى حضرتك تمام هات لي اللود تمام بتاع الموتور الاولاني وابتدي ان انت زود فيه. فبزود عندك هنا اللود بتاع الموتور الاولاني، ابتدى يسحب امبير اعلى، وبالتالي ابتدت حراره الكويلز بتاعه الاوفرلود ريلي تعلى، تمام. فانا عمال بزود اللود خلاص علشان خاطر الامبير يعلى والكويلات تسخن اسرع، وبالتالي اقلل عندك هنا في الزمن بتاع الفصل زي ما حضرتك شايف كده، لحد ما الموتور بتاعك خلاص اوريدي وقف خالص، تمام، مش قادر ان هو يلف، تمام. بس اكيد طبعا بيستمر في سحب الامبير علشان خاطر ايه يا فندم؟ علشان خاطر يريزيست
اللود اللي هو موجود عليه ده. فالاوفر لود ريلي بتاعتنا تمام هتبتدي ان هي تفصل بعد ادي 5 ثواني. 4 3 2 1 و هتفصل حالا دلوقتي. اول ما عندك هنا دي فصلت تمام زي ما حضرتك شايف، الطياره عندك هنا قطع عن الاثنين برانش مع بعض، وبالتالي حتى تمام الموتور ده تمام الاوفرلود ريلي بتاعته ما عملتش تريب ولا حاجه تمام، والنقطه المقفوله بتاعته لا زالت مقفوله، ولكن بما ان انا حاطط الاثنين ان سيريز فانا هنا قطعت عندك اللاتش على الاثنين كونتاكتور، وبالتالي الاثنين موتور بتاعي وقفوا، ده 0 ار بي ام وده 0 ار بي ام تمام، وبالتالي انا هنا قدرت ان انا افصل الموتورين لان العمل بتاع الموتور الثاني معتمد على الموتور الاولاني. يبقى اذا تفرق قوي حضرتك حاطط الاثنين اوفرلود نورمالي كلوز كونتاكت ورا بعض ان سيريز، ولا حضرتك عامل برانشنج تمام وموصل ايه وموصل كل واحد لوحده تمام. فدي كانت معلومه مهمه جدا، اتمنى حضرتك ان انت تكون استفدت منها. قابل سيادتك في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.